حكاية حكاية بطل القصة ديال اليوم سميتو حمادة اللي تزاد سنة 1995. في هاد السنة حمادة كان الأب ديالو بوليسي أو رجل أمن. ملي تزاد حمادة العائلة ديالو فرحات به بزاف وشافوا فيه إنسان ناجح في المستقبل. حمادة أول مدرسة بدا فيها كانت مدرسة خصوصية ديال الفلوس، ومن تما غادي يبقى في الخصوصي حتى الباكالوريا. حمادة ملي وصل الإعدادي بدات كتجيه القراية ثقيلة ومملة، ولكن ما كانش يقدر يقولها العائلة ديالو، خصوصا الأب ديالو اللي في ديك الوقت ولا كوميسير. وحمادة كان مازال مراهق وضعيف في البنية الجسدية ديالو وما يقدرش يواجه الأب ديالو. دازت الأيام، حمادة طلع للثانوية وتم الشخصية ديالو غادي تبدا تتكون وغادي يتأثر بزاف بصحابه في المدرسة والدرب. وأول حاجة غادي يتأثر بها هي الماطر، الدراجات النارية. وفي العام الأول في الثانوية غادي يطلب الوالد ديالو باش يشري ليه موتور سكوتر، وبالفعل الأب ديالو عنده الإعاقة وما غاديش يرضى باللي ولدو ما يكونش عنده موتور، ولاد الدرب عندهم كامل. من بعد ملي حمادة شرى الموتور غادي يتعاشر مع الدراري اللي عندهم الماطر وغادي يبداو يأثروا عليه بزاف. والعام الأول في الثانوية حمادة غادي يتبلى بالكارو وغادي يبدا يخرج مع الدراري والدريات الحفلات بارتي تايمز اللي كتكون في الديور ديال واحد من صحاب حمادة. تما حمادة غادي يولي كل شيء قريب ليه، الدريات، الدخان، الشراب، الفانيد وأي حاجة تطيح لك على بالك. من بعد هاد الشيء دازوا الايام وحمادة وصل الباكالوريا وعرف راسو راه صعيب يجيب الباك واخا كيقرا في الخصوصي. داكشي اللي خلاه يمشي عند الوالده ديالو ويقول ليها ما تعوليش عليا نجيب الباك. الام ديال حمادة بقى فيها الحال، خصوصا ان ولاد خواتاتها كاملين عندهم الباك. داكشي علاش مشات عند راجلها وشرحات ليه كل شيء. وكيف ما كتعرفوا الاب ديال حمادة حتى هو ما كرضاش يشوف ولده بلا باكالوريا. الوالد ديال حمادة ناضو خدم التليفون واتصل بمدير المدرسة الخصوصية اللي كيقرا فيها ولده وبشي ناس كبار كيعرفهم. المهم داك العام ديال الباك دوزو حمادة غير زهو دوران وزاد تبلا مزيان بالدخان والشراب. قرب الامتحان الوطني وحمادة ما على بالوش، ولكن الأم ديالو قنعاتو باللي يمشي يدوزو وعلى الأقل يدير مجهود ديالو. داك الشي اللي طرا حمادة دار الخاطر لماماه ومشى بالفعل دوز الباك. دازت الايام وجا نهار النتائج وحمادة داك النهار ما على بالوش وكان في البحر مع الدراري والدريات. في داك النهار الوالد ديال حمادة جاه اتصال باللي ان ولدو نجح في الباك بمعدل 10. الاب ديال حمادة فرح بزاف والام ديالو فرحت اكبر فرحة في حياتها. عيطوا لحمادة وقالوا ليه الخبار. حمادة ما فهم والو، ولكن قال في راسو انا حمادة ولد الكوميسير ونستاهل هاد الباك. ايوا العائله ديال حمادة داروا الحفله وعيطوا على الحباب والصحاب وكل شيء داز مزيان. حمادة من بعد الباك مشى سافر هو وصاحبته وشي دراري ودريات. في دوك الايام حمادة سول صحابو وصاحبته شنو غادي ديروا من بعد الباك، وكاملين جاوبوه جواب واحد وهو لافاك. علاش؟ لان لافاك فيها الوقت خاوي بزاف وقريبه البحر وهما كاملين عندهم نقطة اللي تخليهم يمشيو لافاك مجموعين. وبطبيعة الحال حمادة حتى هو قرر يمشي لافاك. المهم حمادة رجع للدار وقنع دارهم بلافاك وقنع الوالد ديالو باش ياخد ليه موتور جديد ماشي بدا يمشي بيه لافاك اللي بعيد على دارهم. وداك الشيء اللي طرا حمادة شرى ايروانا ناضية واول نهار مشى لافاك حط الايروانا ديالو قدام الباب وبقى واقف حداها شي 30 دقيقة باش يدير الطابع بأنه هو مول الإيروانا. وداك الشي اللي طرا مع الأيام حمادة ولا معروف في لافاك بمول الإيروانا. حمادة كان اختار في لافاك شعبة اللغة الفرنسية لحقاش هي الحاجة الوحيدة اللي كيعرف يدير، خصوصا ملي كانت عنده 5 سنين وهو كيقرا اللغة الفرنسية. بدات القراية في لافاك وحمادة ديما لابس جاكيطة ديال الكوير ديال الموتور وهاز في يدو الكاسك. ملي داز شهر في لافاك حمادة عرف بأن الفرنسي اللي عنده ما عندها حتى علاقة بالشعب الفرنسية. الواقع
وهو حمادة عنده لغة فرنسية سطحية ديال الأغاني وماكدونالدز. من بعد شهرين في لافاك حمادة عاود تصاحب مع واحد البنت كانت دايرة تخصص لغة إنجليزية. حمادة ولا كيخرج هو وصاحبشو بزاف، كيمشيو يكريو شي بارطما وكيبقاو عاطينها غير الزو واللعب بلا حوايج. سالات السوميستر الاولى وحماده ما دار والو، ومشى عند مالين الدار تاني. جاهم من الاخر بان لافاك ما خداماش ليه، والحل وهو شي مدرسه ديال الفلوس يقرا فيها لافورماتيك باش ياخد ديبلوم. المهم كما العاده بابا حماده جبد التليفون وقاد ليه المسائل وقيدو في مدرسه خصوصيه باش يقرا لافورماتيك. حماده بدا المدرسه وداك الشي عاوتاني جاه صعيب وشبعان ملل. المهم هاد المرة أحسن من لافاك، لحقاش الأب ديال حمادة كيخلص العاقة وميمكنش ولدو يسقط. داز العام الأول حمادة نجح، وداز العام الثاني وحمادة نجح. حمادة خدا الدبلوم وبدا كيقلب على خدمة كيف الناس، والأب ديالو شاف ليه بزاف ديال الخدامي، ولكن أي مقابلة عمل كيدوز حمادة كيفشل فيها. حتى حمادة طلع عليه الدم وعيا بزاف. الأب ديالو حاول يقنعو باش يدخلوا البوليس معاه، ولكن حمادة رفض، ورفض على الجهد، لأنه شاف وعارف التمارين اللي ضرب الوالد ديالو، وعارف باللي ديك المهنة قاصحة عليه بزاف. بالصراحة حمادة كان باغي يزهق ويتجلوق، وما كانش كيشوف الخدمة باش يجمع راسو. دازو ليام وحمادة ما بقاوش كيقدوه الفلوس اللي كيعطيه الوالد ديالو، ولا كيتحنسر بزاف. داكشي اللي غادي يخلي صاحبته تقول ليه راه كتعرف شي بنت خدامه في واحد سونتر دابيل ومصاحبه مع الماناجر اللي كاين في داك سونتر دابيل. حماده فرح وقال لها هذا بلان مزيان، عيطي ليها وقولي ليها تجيب صاحبها ونتلاقاو في شي حفره. داكشي اللي طرا. حماده تلاقى مع الماناجر وشرب هو وياه مزيان، وحماده هو اللي خلص كل شيء. وقال الماناجر راه الوالد ديالي كوميسير، الا خاصك شي حاجه قولها ليا مرحبا. الماناجر عجبو الحال، وبحال هاد البروفيلات ديال حماده علاش كان كيقلب. المهم الماناجر حتى هو قال لحماده الا خاصك شي حاجه مرحبا. حماده ما عطلوش، قال ليه بغيت نتحرك معاكم في السونتر دابيل. الماناجر جاوبو وقال ليه ويلي مرحبا والف مرحبا. صافي دار معاه باش يدوز الانترفيو، ووصاه باش يجي عنده الجمعه، لحقاش ما كيكونش الريسبونسابل ديال الاوبيراسيون، وداك الماناجر هو اللي كيكون مكلف بلي زانترفيو في داك النهار. المهم خلاصة القول حمادة تقبل في سونتر دابيل، وخونا الماناجر دار معاه المزيان وعطاه بوست ما فيهش الكاسك، باك اوفيس. حمادة في الشهرين الاولى كان كيخدم مزيان، وفي الشهر الثالث حتى هو خدم مزيان، كان باغي يتفاليدا واللي مرسم مع داك سونتر دابيل. داك الشيء اللي طرا حمادة فرح بزاف، حيت ترسم في سونتر دابيل، وداك سونتر دابيل كاين في واحد البلاصه قريبه للحفاري، قريبه لي بواط البيران بوب. مهم بلاصه مزيانه لحماده. حماده دوز 5 شهور في سونتر دابيل، وكل شيء ولا كيعرفوا بحماده مول الايروانه، ولا حماده ولد الكوميسير. 6000 درهم كان كياخد حماده في الشهر، وبالنسبه ليه مزيانه، لحقاش ما تابعه حتى مسؤوليه، وزيد بان الوالد ديالو ديما كيدبر عليه. المهم الشهر السادس في سونتر دابيل حماده ولا كيعجز وكتجيه الخدمه ثقيله، خصوصا من اللي سمع من عند شي دراري باللي الخدمه في سونتر دابيل في الصباح كتكون فيها تماره والحظيه، والدراري اللي كيخدموا بالليل كيكونوا مرتاحين حتىش ما كيكونوش لي ريسبونسابل معاهم في الخدمه ديال الليل. حماده مشى عند عشيرو الماناجر اللي دخلوا النهار الاول وقال ليه باغي نبدا الخدمه بالليل، لحقاش غادي نبدا نقرا بالنهار. المهم عشيرو الماناجر ما زاد معاه حتى كلمه وما سولو في حتى حاجه، وقال لحماده السيمانه الجايه تبدا الخدمه بالليل. حماده بدا خدمه الليل وعرف بان خدمه النهار ما عندها حتى علاقه بخدمه الليل. في خدمه الليل حماده كيخدم ساعه ومن بعد كيخرج هو وصحابو لشي بار ولا الطوموبيل ديال واحد من صحابو باش يشربوا ويشدوا الستون. خصوصا السوبرفيزور اللي كان معاهم في الليل كان حتى هو مبلي وكان طالق معاهم اللعب. حماده عجباتو الخدمه ديال الليل وكان كيدوز احسن ايامه بالنسبه ليه. من بعد 4 شهور ديال الليل وعد البنت مع حماده في الخدمه كانت مزعوطه فيه، والحلم ديالها تركب مع حماده في الموتور وتعنقوا والبرد كيضرب فيها. حماده كان عارف باللي هاد ختنا مزعوطه فيه، ولكن ما كانش مسوق حيتاش بالنسبه ليه
دوك النوع ديال الدريات كيبقاو لاصقين في الواحد. دازت الايام وحماده واحد الليله في الخدمه دخل سكران، ومن السهر ديال داك خدنا اللي مزعوطه فيه جا ريح حداها وبقى كيدوي معاها ورخا العيا ديال الشراب معاها. المهم ختنا ما ضيعتش الفرصه، تبادلوا النوامر، سناب، الانستغرام، ومن تما ولاو كيدويو بزاف حتى دازت الايام وتصاحبوا. حماده ولا كيسافر هو وصاحبته بزاف وكيخرجوا لبلايص زوينه، مهم عايشين حياتهم. حتى لواحد النهار حماده داخل الخدمه بالليل وهو يلقى واحد المناظر جديد في البلاطو. المهم حماده مشى دخلوه وسلم عليه. في ذاك الليله حماده خدم ساعتين، وكانت اول مره غادي يخدم ساعتين في الليل. ملي سالا ناض باش يخرج يهبط هو وصحابه، ولكن هيهات ثم هيهات. عيط ليهم المناظر جديد وقال لهم فين غاديين كاملين. جاوبوا حماده قال ليه بوز ديالنا. المناجر جاوبهم وقال لهم ما يمكنش كلكم تاخذوا بوز في دقه واحده. المهم حماده مرضاش قدام صحابه وقال ليه انا غادي ناخذ بوز بوحدي. ملي حماده هبط بدا كيكمي ومعصب وعيط لذاك المناجر صاحبه اللي كان دخلوا النهار الاول. دوا معاه حماده هو يصدموا المناجر وقال ليه انا راه ما بقيتش معاكم، راه جراو عليا من الخدمه. حماده ملي سمع داك الخبار تصدم وعرف باللي القضيه حماضت والقضيه تزيرات. ايوا ديك الليله حماده في الخدمه جاتو طويله وما قدرش يخدم، جبد عليها بوعد النعسه حنينه. خونا المناجر جديد ما عطلوش، شافو وكتب بيه ايميل لكاع لي ريسبونسابل اللي كاينين في سونتر دابيل بان حماده ما كيديرش خدمته وناعس وسط البيرو. دازت 14 ساعه، الايغاش عيطوا لحماده يجي لعندهم. حماده طلع عندهم لقاها مرونه، وقبل ما يطلع قالوا ليه شي دراري راه القضيه تزيرات وبداو كيصيفطوا في بنادم. المهم حماده طلع ولقى كاع لي ريسبونسابل ديال سونتر دابيل كيتسناو فيه. مع ريح سمع ديك الفرونسي اللي كان كيسمع في لافاك، ما فهم والو. عطاوه افيرتيسمون وقالوا ليه راه غادي ترجع تخدم بالنهار. حماده خرج وعرف راسو من سابع المستحيلات يقدر يرجع يخدم في النهار. من بعد يومين حماده قرر يخرج من الخدمه. المهم مشى لدارهم، بقى عاطيها غير النعاس، الافلام، ومره كيخرج هو وصاحبته. الوالد ديال حماده ما بقاش كيتفاهم معاه وحبس عليه التدويره. حماده ولا ديما كيتحنسر وكيلقى غير صاحبته ديال سونتر دابيل ولات كتصيفط ليه الفلوس، وبالصراحه هي الوحيده اللي وقفات معاه في ديك الوقيته. ديك صاحبته كانت كتقرا شويه مزيان، كدوي بالونجلي. المهم من بعد 3 شهور الوضعيه ديال حماده ما تبدلات، وبالعكس الوضعيه ديالو زادت قوادت، خصوصا مع مالين الدار. حماده وصل لواحد المرحله ديال ما كيبقاش يتفاهم مع مالين الدار. من بعد 4 شهور الدريه ديال حماده بقات صابره معاه وكتصيفط ليه الفلوس. وواحد نهار جات عنده وقالت ليه راه كنت دافعه واحد الماستر لتشاينا الشينوا ودابا جاوبوني وقبلوني. حماده تخربق وما فهم والو، لحقاش الدريه عنده هي الوحيده اللي كتفهمه وهي الوحيده اللي واقفه معاه. ولكن الدريه صاحبته اقترحات عليه يمشي معاها للشينوا، وهي راه غاده تما باش تقرا وتخدم في نفس الوقت. حماده الفكره جاتو غريبه لحقاش عمرو خرج برا البلاد وعمرو فكر فيها، ولكن ملي بدا كيشوف حياته كي دايره والوضعيه ديالو قرر يفكر في هذا البلان. وصاحبته حاولت تقنعه بالفكره. مع مرور الوقت حماده فكر مزيان وقرر يمشي مع صاحبته للشينوا. اول حاجه دار هي باع الايروانه ديالو ومشى عند مالين الدار وقال لهم غادي نمشي للشينوا باش نكمل قرايتي تما ونخدم. المهم مالين الدار كانوا مع الفكره وخا صعيبه لحقاش شافوا ان ولدهم غير كيضيع الوقت حداهم والغربه تقدر تكون هي الحل بالنسبه ليه. حماده جمع المسائل ديالو وصرف العاقه وتوكل على مولانا ومشى هو وصاحبته بلاد الشينوا. ملي وصلوا تما لقاو شي دراري ودريات كتعرفهم صاحبة حماده، وقفوا معاهم حتى صايبوا الوراق ولقاو فين يسكنوا. دازت الايام وحماده لقى راسو بحال شي حمار، لا لغه لا معرفه لا وعي، واي حاجه كيبغي يديرها خاصو ضروري صاحبته اللي كترجم ليه وتوريه وتعاونو. حماده من بعد شهرين عرف باللي انه كان عايش في واحد الحياه ديال المكلخين ديال الجاهلين، حياه كلها كذوب. وفهم باللي انه مسؤول على اي حاجه كان كيدير، وتاكد باللي ان حياته كانت كلها غلط كبير،
خصوصا ملي شاف الناس ديال الشينوا كيفاش كيعيشوا وكيفاش كيخدموا، وخاصة ملي شاف صاحبته اللي صغر منه في العمر كيفاش كتضحي باش تقرا وتخدم وهو ما عنده حتى هدف في حياته. من بعد 90 يوم في الشينوا حمادة قرر يدخل مدرسة يتعلم اللغة الصينية، وقرر يبدا يتعلم شي رياضة اللي غادا تبعدو على البلية، وبدا كيتعلم اللغة الإنجليزية في الدار مع صاحبته. من بعد عام في الصين حمادة قرر بأنه يتزوج بصاحبته ملي لقى خدمة مزيانة، وفي نفس الوقت ما بقات عنده حتى بلية، وبدا كيدوب اللغة الإنجليزية مزيان وطلع المستوى ديالو في اللغة الصينية. القصة ديال حمادة سالات هنا، وحنا الدور ديالنا هو نوصلوا لكم القصة كما وصلتنا بلا ما نعطيوكم الرأي ديالنا. وانتم شنو بان لكم في هذه القصة ديال اليوم؟